يا لسه فاضل لنا 29 ثانية، وقدرت ان انا امسح تصميم تاون هول 12، وهتبقى نهاية حلوة للتاون هول 11. زي ما انت شايف قدرت ان انا امسحه واخد 30 كاس بكل سهولة. بداية مبشرة فعلا للتاون هول 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معكم زين المصري، ورجعت لكم فيديو جديد على لعبة كلاش اوف كلانس. النهاردة بعد تعب كبير قوي مع التاون هول 11 ورحلة طويلة شوية كانت ممتعة وترقيات جميلة وجيش واستراتيجيات وتصاميم جميلة، جايين النهاردة نقول وداعا للتاون هول 11. ايوه، هنرك التهاون للتاون هول 12. زي ما انت شايف كل حاجة عندي تقريبا بقت ماكس، الملوك والاسوار والتسلا والمدفعية، مبقاليش غير قاعة المدينة بس هي اللي تترقى. بس قبل ما نرقى ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وخلينا كده نخش نهجم بالاستراتيجية اللي احنا متعودين عليها في التاون هول 11. طيب تعالوا نخش على التدريب. زي ما انت شايف ادي الاستراتيجية، بس ناقص الدعم. تعالوا نطلب الدعم على طول، واول ما الاقي خصم مناسب نهجم عليه ارجع لكم على طول. طيب يا شباب، احنا هنهجم على التاون هول 12 بحيث ان هي تبقى بداية كويسة لما نرقي التاون هول 12 وكده، ونشوف برضه هنقدر نعمل إيه. زي ما انت شايف نزلنا بالجولم ونزلنا بالمفجرين والويتشات على طول، وهننزل بالآلة بتاعتنا. وبعدين اول ما تفتح الصورة هنبتدي ان احنا ننزل على طول في الملوك. بس الاول نحط الاسكريدونات علشان نشتت الدنيا دي عن الملوك بتاعتنا. نزلنا بالملك والملكة والآمر في الوضعية الأرضية. بعد كده هنستنى شوية ونستعمل على طول خاصية الآمر. زي ما انت شايف المدفعية اتفعلت وماسكالي في الويتش، بس هنفعل خاصية الآمر. اه طلع علينا الدعم، بس مع واحدة غضب في منتصف التصميم هنقدر نقضي على المنتصف، وواحدة هيل برضو. تمام اوي كده، لكن الدعم برضو عامل مشاكل. يا ترى هقدر اخد التاون هول؟ حطيت واحدة سكيلدونات عشان اقدر احافظ على الملك بتاعي، قدرت اخد التاون هول 12 وبكده اول نجمة. يا ترى هقدر اخد تاني نجمة؟ الدعم مش عارف اخلص منه. المفروض كنت خدت واحدة سم، بس ان شاء الله هقضي عليه. لسه الملك بس من غير خاصيته هيودع الانفيرنو، مسك فيه للاسف ما قدرتش ياخد. بس ان شاء الله لسه معايا كمية جنود وهقدر اخد النجمة التانية بكل سهولة ان شاء الله. طيب كده خدنا النجمة التانية، بس الملكة بتاعتي فاضل لها ضربة واحدة، وبقول كده كفاية 53%، ونخرج من الهجمة طبعا علشان نحافظ على الآمر بتاعنا وما يموتش مننا. تعالوا ندوس العودة للصفحة الرئيسية. تمام كده، وتعالوا نجهز جيش تاني ونهجم هجمة تانية. طبعا نطلب الدعم تعزيز وارجع لكم اول ما نلاقي خصم مناسب نهجم عليه مع بعض. برضو زي ما انتم شايفين الخصم ده التاون هول 12، وان شاء الله نقدر نقضي عليه المرة دي بكل سهولة. هننزل التلاتة جولم، وهننزل الويتشات وراها، وهننزل على طول الآلة بتاعتنا. هننزل مفجرين الأسوار يفتحوا لنا السور كده علشان نقدر ندخل جنود. هنستنى أول ما الآلة تفتح لنا السور وننزل الملك بتاعنا، وبعدين الملكة، وبعدين الآمر في الوضعية الأرضية. زي ما انت شايف الجود راحت لمنتصف التصميم. هنرمي واحدة سكيلدونات عشان تلهلنا الدنيا اللي في المنتصف دي. هنفعل خاصية الأمر، بس ممكن نستنى شوية على أساس إن الآلة نحافظ عليها أطول وقت ممكن. زي ما انت شايف الدنيا جنود راح لمنتصف التصميم، بس للأسف الآلة بتاعتي اتفتحت. تمام، حطيت واحدة غضب علشان أقدر أقضي على منتصف التصميم مع واحدة هيل طبعا علشان أحافظ على الجنود اللي راحت للمنتصف. قدرت أقضي على واحد انفيرنو وان شاء الله، وخدت التاون هول كمان، وهقدر اقضي على الملك والاتنين انفيرنو دول. حطيت واحدة هيل مع واحدة تجميد علشان احافظ على الجنود اللي في منتصف التصميم. زي ما انت شايف الانفيرنو عامل لي مشاكل في المنتصف. ماشي بقى معايا واحدة غضب مع طاقة الملك وطاقة الملكة، وان شاء الله هقدر اخد نسبة كويسة في التصميم ده لو ما كانش المسح يعني، عشان لسه معايا كمية جنود كتير اقدر امسح بيها ايه التاون هول ده. لسه قدامي وقت كبير اوي علشان اقدر امسح التاون هول. زي ما انت شايف خدت 72% لحد دلوقتي، ومعايا كمية جنود كويسة وهقدر امسح بيها. تمام. الملكة راحة لوحدها في اتجاه تنضف لي شوية دفاعات، بس بخاصيتها تقدر تاخد جزء كبير جدا. ما انت شايف فعل خاصية الملكة وخدت
شوية دفاعات هنا مهمة. وكمان كده هنقول باي باي للملكة بتاعتنا، هتودع دلوقتي ودعت. لسه معايا وتشات كتير، ومعايا الامر، ومعايا الملك لسه فول هيلث تقريبا وقوته كاملة. لسه 90%، قدامي دقيقة كاملة. يا ترى هقدر امسح ولا لا؟ فعلنا خاصية الملك اهو عشان ننجز برضو من الهجمة، علشان لسه في دفاعات كتير وكده، واقدر احافظ على الوتشات بتاعتي. تمام. فاضل لي مربع واحد في التصميم، وقدامي 50 ثانية. الملك بتاعي خسرته، بس عادي لسه معايا كمية جنود كويسة. ماشي، وادي التسلا كمان قدرنا نقضي عليها. لسه فاضل لنا 29 ثانية، وقدرت ان انا امسح تصميم تاون هول 12، وهتبقى نهاية حلوة للتاون هول 11. زي ما انت شايف قدرت ان انا امسحه واخد 30 كاس بكل سهولة. بداية مبشرة فعلا للتاون هول 12. عودة للصفحة الرئيسية. تم تلقي المكافأة. وبكده نكون وصلنا لنهاية التاون هول 11 بكل اللي احنا مرينا بيه. ونرقى على طول التاون هول 11 للمستوى الجديد، ب6 مليون جولد، وندوس ترقية. طبعا ناخد على المكافآت الجديدة الواحد انفيرنو والتسلا. وزي ما انت شايف كده يبقى خلاص. طبعا مش هننهيها دلوقتي بكتاب الأبطال، احنا هنسيبها تترقى مع نفسها. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.